عمرك سمعت عن تأمين الكريدت كارد؟ وده مبلغ بسيط بيبدأ بحوالي 20 جنيه شهريا. ممكن تكون مش واخد بالك منه. التأمين ده علشان لو حصلت وفاة ديون الكريدت كارد تسقط وما يطالبوش الورثة بيها. بس في أنواع تانية من تأمين الكريدت كارد مش كتير يعرفوها، وهي إنك بتدفع رسوم أعلى شوية لكن بتاخد مميزات أكتر، زي مثلا تأمين يغطي رصيد حساب بطاقتك الائتمانية في حالة العجز الكلي أو الأمراض الحرجة. كمان عندك تأمين المحفظة، لو المحفظة اللي فيها الكريدت كارد وفلوسك اتسرقت هتاخد تعويض من البنك. وفي تأمين السفر، وده بيغطي الحوادث الشخصية اللي ممكن تتعرض لها أثناء السفر بالخارج. طب والموبايل واللابتوب عليهم تأمين؟ أيوة ليهم تأمين لو عليهم بيانات الكريدت كارد بتاعك، فلو ضاعوا أو اتسرقوا تعمل محضر والتأمين هيعوضك. وخلي بالك إن المميزات دي بتختلف من بنك للتاني بالنسبة للشروط والنسب والتكاليف، وفي بنوك بتقدم كل المميزات في نظام تأميني واحد وفي أقل وفي أكتر. كل اللي محتاج تعمله دلوقتي إنك تكلم خدمة عملاء البنك بتاعك وتعرف أنظمة التأمين اللي عندهم وإزاي تستفيد بأعلى مميزات. قولي نظام تأمين بنكك إيه في الكومنتس.